الفيلم ديالنا كيبدا في جنوب افريقيا وبالضبط سنه 1978. في هذيك الفتره تتكون الحقره ضد البشره السوداء في الوقت اللي البيضين واخدين كاع الحقوق. كانوا هما كيتقتلوا ويدخلوا الحبس بلا سبب، حقوقهم كتهضم واملاكهم كتخاد بلا قانون. باختصار كيتمارس عليهم جميع انواع الظلم. ولكن وسط هذا الشيء كامل كانوا جوج شبان بيضين ضد هذه الحركه والعبوديه، ديما كيقودوا الحملات وكيحاولوا يرجعوا للسود حقهم. الاول سميتو تيم والثاني ليوناردو. دوزو مده طويله وكيدعموا السود، واللي ما كانش في خبارهم ان المخابرات مراقبينهم وكيتسناو غير الفرصه باش يعتقلوهم. وبالفعل هذا الشيء اللي غادي يوقع. في واحد الصباح كنشوفوهم هازين سيكان كبار وكيتمشاو وسط المدينه. دوك السيكان كان فيهم قنبله صغيره وفوق القنبله مجموعه ديال الوراق مكتوب فيهم عبارات كيحرضوا السود ضد الحكومه. ملي تفرقوا الناس فرقعوا القنبله اللي في السيكان وطاروا الوراق في السماء، والشارع مر بالاوراق والناس كلهم قراوهم. الخطه ديال تيم وصاحبه نجحات، حتى الناس هزوا دوك الوراق، ولكن قبل ما يهربوا من تما دوروهم البوليس واعتقلوهم بتهمه زعزعه استقرار البلاد. النيابه ما طولتش القضيه ديالهم من الشارع ديريكت عن قاضي التحقيق. ليوناردو تحكم 8 سنين وتيم عطاوه 12 عام حتى هو العقل المدبر، وهو كيتسناوهم يجيو يديوهم للحبس اللي غيدوزو فيه المده ديالهم. دخلت عنده وحده من اعضاء المنظمه ديالهم، عطاتو شي فلوس يدخلوا معاه للحبس وطلبت منه يرد البال على راسو ومشات. في نفس الوقت وصاحبه كيتسنى في الغرفه الاخرى. شاف الحارس ما منتبهش ليه، هرب ونقز من الشرجم لواحد السطح قصير قدر يوصل الارض، ولكن بسرعه جاه ضابط ضربو بركله لوجهه. طلعوه هو وتيم في واحد السطافيط مباشره للحبس. في الاستقبال لقاو المدير والحراس كيتسناوهم وباين حاقدين عليهم على الجريمه اللي داروا، حتى بالنسبه لهم هذه خيانه الوطن. هذا الحبس كان مزير مزيان لدرجه باش توصل للزنزانه خاصهم يدوزوا على اكثر من 10 البيبان. دخلوا كل واحد منهم للزنزانه ديالو وطرقوا عليهم البيبان. وفي الصباح في قاعه الفطور تعرفوا على واحد سميتو دينيس، كان زعيم حركه ديال الثوار. فاش تشد تحكم عليه بالسجن المؤبد وهما كيدوروا معاه في الساحه. عاودوا ليه على النيه ديالهم في الهروب. دينيس بانت ليه فكره خطيره يحاولوا يهربوا من هذا الحبس، وواخا هكاك بدا يعرفهم على كل بلاصه باش حتى الا حاولوا تكون عندهم فكره. العلو ديال السور كان فيه 6 متر، وفوق هذا السور حراس مسلحين عندهم اوامر يقتلوا اي واحد، زائد واحد السلك مشوك على طول السور. اي واحد حط يديه مشاو. تيم سولو على الانفاق، قال ليه غير نتاهم حيت دايرين بحال شي متاهه. في الاخير غادي ترجع لبلاصتك. فاش مشى دينيس وقف عليه واحد الشعير وبين عليه كره الحياه وبغي يهرب. قال لهم بلا سمع اللي دار بيناتهم وعرض عليهم يساعدهم الى حصلوا في شي حاجه، في المقابل يهرب معاهم. داز 23 يوم وكل دقيقه كيفكر في شي طريقه باش يهرب، ومن بعد مده ديال التفكير لقى بلا الحل الوحيد هو يغربوا من البيبان. وباش ينجح هادشي خاصهم يصنعوا سوارت بحال اللي عند الحراس. اول باب بدا به هو ديال الزنزانه ديالو، رسم القياسات. والنهار الثاني طلبوا من الشعير باش يدبر لهم على طرفه ديال الخشب باش يصنعوا السوارت. الشعير جاتو فكره هبيله، ولكن حتى ما كاينش حتى حل اخر قرروا يساعدهم. تيم رسم السوارت ديال الزنزانه ديالو، ومن داك النهار فين ما يدوز من حدا شي حارس كيحاول يعقل على شكل السوارت، وفاش كيرجع للزنزانه ديالو كيحاول يرسمو. دازت 74 يوم وصاحبنا دار بلاصه في الورشه ديال النجاره، ومن بعد مده هو خدام فيها حفظ السربيس، فقرر يهرب طروفه ديال الخشب باش يصنع السوارت. مع سلام نهار في الورشه خاد دوك الطروفه ديال الخشب دارهم في التوب هما وواحد الكولا. دار هادشي باش ما يحصلش في المراقبه. قبل ما يخرجوا لا بدا يدوزوا واحد مورا واحد. اللي وصل عند الحارس كيخوي ليه التيرمو، وتيم حاضي كلشي وقرب ما سخف من الخلعه. جات نوبته خدا الحارس التيرمو وخواها، ومع كان التيرمو مزير مزيان هبطت غير القهوه، وحتى فاش ضربها ما تسمعش تخرجيش الخشب. هكا قدر يهرب داكشي اللي غيحتاج من الورشه. مع وصل الزنزانه ديالو بدا يصنع اول ساروت. جبد المخطط اللي رسم، شد الخشب حكو ولصق الطروفه، ومن بعد مده قدر يصنع الساروت. ودابا جات لحظه الحقيقه. هذا المجهود كامل واش يقدر يحل الباب؟ جرب دخل الساروت وهو يدور، وبالفعل تحل الباب وطار بالفرحه حتى الفكره والمجهود عطاو نتيجه. ولكن الباب الثاني صدمو حيت كيتفتح غير من برا. ولكن واخا هكا كمل في صنع المفاتيح وخلاه هاد الشكل حتى يشوف ليه شي حل. في واحد الصباح وهما كينظفوا الكولوار خلى الشعير وليوناردو يراقبوا ليه، وهو بدا يجرب الساروت ديال داك الباب اللي كيتحل غير من برا. دخل الساروت في القفل وهو يدور بسهوله. صحابنا ملي نجحت لهم الخطه فرحوا بزاف، ولكن فاش حاولوا يرجعوا القفل لبلاصتو تهرس ليه الساروت الوسط. واخطر من هذا الشيء الشعير شاف واحد من الحراس جاي لعندهم. في هاد اللحظات متلف دا كيحاول يرجع القفل لبلاصتو شويه ولا باغي يجبد غير الطرف ديال الخشب، وفي اخر لحظه لاح ليه واحد من المساجين طرف ديال الحديد جبدوا به. اما القفل خلاه داير وهرب من حدا الباب قبل ما يوصل الحارس.
في العشيه كل واحد دخل الزنزانه ديالو، وما حد الوقت اللي غادي يسد فيه الحارس الباب كيقرب تيم غادي وكيتوتر، حيت الحارس الا شاف القفل داير يقدر يشك في شي حاجه والخطه كلها تضيع. ولكن فاش جا الحارس يسد ولقى القفل داير قال مع راسو يمكن مع الزربه نساه، وزاد تحرك بلا ما يعطي الامر حتى اهميه. دازت 100 يوم وصحابنا في الحبس، ومن نهار تشد عمر شي حد ما زارو. الابطال ديالنا من نهار قرروا يهربوا وهما يوميا كيترينيو على الجري، حتى لا بدا يحتاجوا السفن في الهروب. في العشيه ديال نفس النهار تيم جاتو فكره من واحد الماكينه فرشه نجاره تقدر تساعدو باش يحل داك الباب من برا. في نص الليل وكل شي ناعس بدا يجرب ديك الفكره، جبد عصا ديال الشطابو ولصق فيها الساروت وصنع ليها واحد الشكل في الراس ديالها يشبه شكل الماكينه. من بعد خرج يدو من الشرجم ودخل الساروت في القفل. دوروا بداك الاختراع وبالفعل القفل تحل وتفتح الباب. صاحبنا بغى يتسطى بالفرحه، ولكن ديما الفرحه ديالو ما كتكملش، حيت فاش بغى يسد الباب طاح ليه الساروت من الشطابه والخلعه شداتو حتى الساروت وسط الكولوار. حاول يفكر في شي طريقه حتى تفكر واحد المسكه كانت عنده في البلاكار، جبدها بسرعه مضغها ولصقها في الراس ديال الشطابه. ومن بعد مده هو كيحاول، في الاخير قدر يلصقها في الساروت وطلعوا عنده. من بعد هاد المشكله ولا كيصبر حتى ينسى كل شيء، كيفتح البيبان ديالو بالسوارت اللي صنع ويخرج ياخذ القياسات ويجرب السوارت ديال البيبان الاخرين. دازت 200 يوم تيم كان اي ساروت كيصنعو خاصو ضروري يجربو واش خدام، ولكن المهمه غدا وكتصعب حيت البيبان كتار. السوارت الاولين كانوا غير ديال الزنزانه ديالو يعني قراب، ولكن فاش زاد الساروت الثالث ولا خاصو يخرج من الزنزانه ديالو ويمشي حتى الباب الثالث باش يجربو. وملي صنع الساروت الرابع ولا خاصو يمشي حتى الباب الرابع. بصراحه السيد مغامر، كل ما صنع كتر خاصو يجرب كتر ويمشي حتى الاخر باب يجرب الساروت ديالو. لحد الساعه وصل شي 8 ديال السوارت. في هاد الليله تسناو حتى نعس الجميع. تيم وشعير حلوا الزنزانات ديالهم وتحركوا يجربوه. فتحوا الباب الاول والثاني وهما هابطين تصادفوا مع الحارس غادي يتفقد الزنزانات، غير شافوه رجعوا تخباو في واحد البلاكر حتى يمشي. من بعد كملوا البيبان الاخرين، بداو بالباب اللي حدا الغرفه ديال الحارس، فتحوا الباب اللي موراه، ولكن قبل ما يبداو بالباب التالي سمعوا صاحبهم تيكح، وهذه اشاره على ان الحارس جاي لجهتهم. بسرعه سدوا البيبان اللي حلوا، جمعوا سوارتهم وتخبعوا تاني في البلاكار حتى يرجع الحارس الغرفه ديالو. فاش تاكدوا رجعوا حتى هما للزنزانه ديالهم. صحابنا بكثرة المشي والمجي عياو بزاف، دخلوا في نعاس عميق لدرجة ما حسوا حتى دخلوا عليهم الحراس، والسبب تفتيش مفاجئ. تيم طلعت ليه الخلعه من رجليه حتى مخبي واحد من السوارت في الكاس اللي كيحط فيه الشتات السنان، والحارس ما يجي غير في داك الكاس طيحوا وشاف شي حاجه تلاحت في الارض. تيم عرف بالله تقدر تكون هذه هي النهايه، باينه شاف الساروت، ولكن لحسن الحظ الساروت تقسم فاش طاح في الارض. الحارس هز طرف منه وسولو عليه، قال ليه غير تنعلق فيه الصوره ديال الوالدين. الحارس شك وما تاقش حتى باين الكذبه، ولكن دوزها. صاحبنا قدر يسلكها حتى هاد المره وكمل في صنع المفاتيح. في هاد المده قدر يوصل 39 ساروت يقدر يفتح بهم 15 باب من بيبان هاد الحبس. في الليل مع نعس كل شيء خرجوا صحابنا يكتشفوا كولوارات الحبس باش نهار الهروب يكونوا حافظينهم مزيان. لحد الساعه دازت 400 يوم على دخولهم للحبس. تقريبا الخطه كملات وواجده، خاصو دابا يقنع اكبر عدد باش يهرب معاه، حتى الا بقاو غادي يتعرضوا للتعذيب من طرف الحراس. حاول يشرح لهم بلا الخطه ديالو مضمونه وبلا غادي يقدروا يهربوا، ولكن والو حتى واحد منهم ما زعم. هنا صافي ما بقى عنده حتى شي حل من غير انه يسمح فيهم ويهرب وياخذ معاه ليوناردو والشعير. جا النهار ديال الهروب مع طرقوا عليهم الحراس البيبان وطفاو الضوء، بداو صحابنا التنفيذ. فتح تيم الزنزانه ديالو بالشطابه كيف ما دار اول مره، داز على ليوناردو والشعير فتح عليهم حتى هما، وقبل ما يخرجوا داروا مخاد في بلاصتهم وسدوا البيبان ديال الزنزانات باش حتى الا داز الحارس ما يلاحظ والو. فهاد الوقيته غيكون الحارس في الطواليت وباينه غادي يتعطل بزاف بسبب الماكله الكثيره. رجع البلاكر ياخذ الفونتوز وهو كيحاول يصلح الطواليت. حلوا صحابنا الباب وهبطوا وتخباو في داك البلاكار اللي خدا منه الفونتوز باش ملي يطلع يدير الجوله ديالو كما ديما هما يخرجوا ويسدوا موراهم البيبان. ولكن الحاجه اللي ما جاتش في بالهم هو ان الحارس لابد يرجع الفونتوز لذاك البلاكار، عاد من بعدا يمشي يدير التور ديالو. صلح الحارس الطواليت وهو مرجع الفونتوز للبلاكار حتى عتقهم دينيس وهرس البوله وبدا كيغوت باش يشتت ليه الانتباه. بالفعل الخطه ديالو نجحات، ومع سمعوا الحارس كيغوت حتى غير تما وطلع يشوف شنو واقع. ملي خرجوا صحابنا ولقاو الفونتوز قدامهم عرفوا راسهم انهم كانوا يحصلوا. مشاو بسرعه للبيبان الاخرين، اي باب كيحلوا بسرعه كيعاودوا يسدوه حتى وصلوا للباب اللي قريب من غرفه الحارس. صحابنا في الاول تخلعوا، ولكن شعير كان شجاع وباينه ما غاديش يستسلم، خلاهم تما كيتسناو ورجع ديك المسافه كامله للغرفه ديال الحارس. فتحوا والحق عليهم،
قدروا يفوتوا الباب اللي موراه بسهوله. ودابا بقى لهم اخر واحد، طلتين من واحد الفتحه وبان ليه الباب الكبير ديال السجن مفتوح، واللي عليهم دابا هو يحلوا اخر باب اللي قدامهم، وها هي الحريه. خدا تيم ساروت الاول جربوا ما خدامش، جرب الثاني والثالث، وشحال ما جرب كيزيد يتخلع وبقى كيحاول حتى وصل اخر واحد. دخلوا في القفل ولكن الصدمه كانت قويه، حتى هو ما خدمش. صحابنا في هذه اللحظه تحطموا. التخطيط ديال 400 يوم غادي تضرب في الزيرو، كاع داك الصهير وتمارت تبخرات. هنا تيم قال لهم يرجعوا حتى النهار اخر ويحاولوا، ولكن الشعير تعصب وما بغاش. فاش كانوا كيفكروا في شي حل وجبت الطرموفيس وبدا كيهرس الباب من جهه القفل. تيم تخلع ومشى يسمع الصوت فين واصل، لقاه مجهد وواصل لاخر الكولوار. تخلع بزاف ورجع بسرعه باش يوقفوا، ولكن الشعير كان مصمم يكمل ودار الحريه بين عينيه. كمل بالضرب حتى دار حفره بجنب القفل، واخا تعذبوا في الاخير قدروا يفتحوه. هنا حيدوا لباس الحبس ولبسوا حوايج اخرين كانوا سرقوهم من المصبانه ديال الحبس. خرج تيم هو الاول، طلع على الحارس اللي فوق السور، خلاو حتى دار الجهه الاخرى وتسلوا واحد مورا واحد. في الاول بداو كيتمشاو بشويه باش ما ينتبهوش ليهم، ومع بعدهم من الباب عطوها بجريه وما نفعوهم غير رجليهم. بصراحه نفعهم داك التدريب، ومشاو مباشره لمحطه الطاكسيات. ركبوا مع واحد الوين عرفهم من المنظمه اللي كتدافع على السود وقرر يساعدهم، فهربهم بسرعه لموزمبيق. وكان رجعوا للحبس. الحراس كيفتشوا الزنزانات كالعاده، السجناء كلهم خرجوا الا تيم وصحابو بجوج مختفيين. الحارس دخل مخلوع كيقلب، ولكن الفراش خاوي فيه غير المخاد. الحارس قرب مسكت ليه القلب من هذا المنظر، خرج بسرعه يخدم الانذار، ولكن اللي فات. المغامرين في هذه اللحظه يكونوا خرجوا من موزمبيق ودخلوا لتنزانيا، ومن تنزانيا يهربوا لبريطانيا، وتما غيدخلوا مع حركه اخرى كتحارب التمييز العنصري، وبقاو على هذا الحال حتى تعفى عليهم سنه 1991. اما دينيس صاحبهم اللي بقى في الحبس فطلقوا سراحه سنه 1985 من بعد ما دوز 22 عام ديال الاعتقال. سنه 1992 اي من بعد عام من العفو ديال تيم وصاحبه، نجحوا الحركات العالميه وسقط الظلم والتمييز اللي كان مطبق على السود. وهذا التصور ديال الشخصيات الحقيقيه اللي كيتكلم عليهم الفيلم واللي كانوا عاشوا هاد الاحداث. كانت هذه نهايه الفيلم، وكالعاده ما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه باش تفرجوا في الملخصات الجديده. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.